الحوت دوت لما يبقى صغير والدولفين كبير، فانت بتعمل ديبس او بتعمل عمق في الصوره بتاعتك عشان نحس بحاجه اسمها الثيرد دايمنشن او البعد الثالث في التصميم بتاعك. دي تركايه صغيره قد كده بتخلي التصميم بتاعك يبقى شكله حلو. تمام. تعالى كده نشوف يعني ايه منظور. حد قبل كده درس المنظور؟ حد قبل كده فتح صوره زي دي كده ورسمها؟ قضيبين قطر يقول لك لازم يتقابلوا هنا، صح؟ النقطه دي اسمها نقطه اللا شيء، نقطه التلاشي، الفانيش بوينت، النقطه اللي بينتهي عندها كل حاجه. عشان نعمل ايه تاني؟ عمق. هل الصوره دي 3 دي ولا 2 دي؟ يبقى ده فيك ثيرد دايمنشن او البعد الثالث، بس بطريقه مخادعه يعني. الخط اللي في النص ده اسمه خط الافق. خط الافق ده اللي بيفصل ما بين السماء والارض. تمام كده. تاني، الفانيش بوينت بينتهي عندها كل حاجه، حتى لو شجر، حتى لو قضيب، حتى لو ارض، حتى لو ناس، حتى لو بيوت. يبقى دي اسمها فانيش ايه يا شباب؟ طيب هل احنا عندنا منظور نقطة واحدة بس ولا في أكتر من نقطة؟ في أكتر من نقطة. طيب بحب قوي 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 أدي المثال ده وأنا بشرح المنظور عشان أخليكم تفكروا زي بتوع الجرافيك. أنا مش رسام، أنا بتاع إيه؟ تعالوا كده نفتح الصورة دي. دي إطباق صح؟ ودي فرخة. الفرخة دي اتصورت من اتجاه صح؟ من فوق أو من زاوية 45، أما الطبق ده من زاوية مقابلة على طول صح؟ هل الاثنين ينفع يتحطوا في صورة واحدة؟ السبب اختلاف منظور التصوير صح؟ حلو. وطالما قلنا منظور التصوير، قلنا الكاميرا بتصور كادر. الكاميرا عندنا كام كادر؟ ها، كادر النملة اللي هي بتبقى صغيرة، يعني الكاميرا تحت وتبص للموضوع كبير قوي كده. وكادر الإنسان عينك في عين إيه؟ الشكل. وكادر الزرافة قبل الطائر، الزرافة.